سلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع صحه؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. المهم كما كتشوفوا بغيت نشارك معكم هاد المخيمرات اللي بزرارع اللي كيجيو زويونين وخفاف الصراحه ساهلين ماهلين بالنسبه للبنات المبتدئات، والطريقه كيفاش كيجيو هكايا منفوخين وخفاف وبكميه كثيره. المهم بالنسبه لي انا درت هكايا كميه اللي كنديرها في الكونجيلاتور، بالنسبه لهكا ماشي كل نهار غتبقى تعجني، راكم عارفين البنات مع رمضان. المهم دابا غنخليكم مع المقادير والطريقه. هنايا عندي زلافه ديال طحينه الفورص كما كتشوفوا، غنزيد زلافه اخرى ديال طحينه الفورص، وغندير زلافه ديال طحينه الفينو، جوج زلايف ديال طحينه الفورص وزلافه ديال الفينو. درت هنايا معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز ونص كما كتشوفوا، معلقه ونص ديال الخميره، وزدت عليهم معلقه صغيره ديال السكر وخلطت الخليط ديالي كما كتشوفوا. وهنايا بالنسبه للزرارع عندي زريعه الكتان، عندي بذور الشيا، عندي الزنجلان، كاع الزرارع اللي عندكم هنايا تقدروا ديروهم وتزيدوا عليهم اي زريعه عندكم. المهم طحنتهم مزيان مزيان، المهم كل حاجه درت منها شويه شويه، طحنتهم مزيان وخلطتهم هكايا مع الخليط ديالي كما كتشوفوا مع الطحين. وهنايا غنزيد جوج كيسان ديال اللبن، الا ما عندكمش اللبن ديروا الحليب. هنايا درت جوج كيسان ديال اللبن كما كتشوفوا. بالنسبه للخليط صراحه كيجيو واعرين باللبن، البنات اللي عندهم اللبن يتعجنوهم باللبن كيجيو خطيرين. كنخلط الخليط ديالي كما كتشوفوا، كنخلطهم هكا معلقه، وزدت هنايا واحد الكاس دافي ديال الماء كما شفتوا معايا، وزدت هنايا 3 المعالق ديال الزيت البلديه، وزدت الملحه. صافي وغنخلط الخليط ديالنا غنديرو هكايا انا في العجانه، نتوما تقدروا تعجنوا بيديكم، انا درتو هكا بالعجانه بالزربه. المهم العجينه راه كتجي خفيفه ومرخوفه البنات. المهم انا غنعجنو هكايا وغتشوفوها كي كتجي العجينه بحال هكا، كتجي مدلوكه وخفيفه البنات، كتجي صراحه العجينه ديالها خفيفه. خليتها ترتاح حتى يضعف الحجم ديالها كما شفتوا بحال هكا، كتجي العجينه ديالها خفيفه، وخصوصا ملي كتزيدوا تخليوها تخمر كتزيد تخفاف وكتجي زوينه. صافي هنايا بديت كندير في الطحين ديالي ديال الفينو، هو اللي غنقرص به، وكنقطعهم هكايا كرات على حسب الكميه اللي بغيتو نتومايا وعلى حسب الحجم اللي بغيتو نتوما. انا درتهم متوسطين، ما درتهمش صغار وما درتهمش كبار بزاف. صافي كما شفتوا كورتهم بحال هكا بالطحين الفينو، وغنخليهم يرتاحوا، غنغطي عليهم ونخليهم يرتاحوا باش هكا في التكراس يجيكم ساهلين. صافي غنبدا نقرص فيهم كما كتشوفوا. صافي كما كتشوفوا بحال هكا كيجيو المخامر ديالنا، غنخليوهم المهم ما يجيوش ثاني غلاط وما يجيوش رقاق على حسب نتوما اللي كتبغيو. صافي انا كنبغيهم ما يكونوا غلاط ما يكونوش رقاق، ما غلاط ما رقاق المهم متوسطين. صافي غنخليهم يرتاحوا ونغطي عليهم ونخليهم يخمروا، ما يفوتوش بزاف في الخميره البنات. صافي والمقله ديالنا كنديرها كتسخن، وكنبدا ندير في المخيمرات ديالي هكا، كنهزهم من الطويبله ديالي، كنهزهم وكنحطهم هكا في المقله على الوجه ديال التحتاني ماشي الفوقاني، باش هكايا كيجيوكم منفوخين. وكتبداو تقلبوا كما شفتوا معايا، كنبقى انا واقفه حدا البوطه وكنبقى نقلب. كما شفتوا كما حطيت المخماره حسيت بها غير شدات في راسها، ما تخليوش تدير دوك البقعات من الفوق، دوك اللي كيتنفخوا هكايا من الفوق تقلبوا. انا كنقول للبنات المبتدئات اللي كيكونوا يلاه بادين وما كيصدقوش ليهم المخيمرات، كنشارك معكم هكا الطريقه ديالي وكيجي ناجحه وسهله. السر ديال المخامر تبقاو تقلبوا البنات، تقلبوا 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 حتى كيجيوكم هكا محلولين كما شفتوا الطريقه شاركتها معكم. كنبقى مقابلاهم وهما تدوروا فيهم حتى كيبداو يتحلوا ليكم. حتى المسمن الرغيف حتى هو على نفس الطريقه باش يجيكم محلولين. خصكم تبقاو تقلبوا تعاودوا تقلبوا تعاودوا تقلبوا حتى يجيو محلولين الرغيفات ديالكم والمخامر ديالكم. هذه هي الطريقه ديال المخامر والمسمن. بالنسبه للبنات اللي تيكونوا هكا ما عارفينش، مرة تبارك الله البنات راه حادقات وكل شيء يطيب وكل شيء حادق، خصوصا المغربيات تبارك الله ما شاء الله عليهم. وهذا هو المخامر ديالي كما كتشوفوا. تبارك الله خرجوا لي كميه كثيره، غنديرهم دابا انا في الكونجيلاتور. صراحه ما غنديرش ما غناكلوش كل شيء، بعدا كندير واحد الروينه شويه في العشيه هكايا ديال المخامر، ولكن كتدي لي واحد تبارك الله واحد 4 ايام ولا 5 ايام هكايا كيبقاو هكا نافعين. المهم في رمضان كيتكالوا المخامر، كتبغي تاكلي بهم شحال من حاجه دوزيها بهم، كيجيو خفاف على الخبز. الصراحه المخامر
كنستهلكوهم حتى حنايا في رمضان. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، يكون خفيف ظريف على قلوبكم ويكون فيه استفاده. ما تنسونيش من لايك ديالكم والتعاليق ديالكم وبارطاج، واللي شاف اول مره القناه ديالي يشارك فيها باش يوصلكم كل جديد. وكنقول لكم السلام عليكم، صحه فطوركم، باي باي.